طيب يا شباب، السلام عليكم. فيديو النهارده فيديو مختلف شويه. فيديو النهارده هنخش نتكلم مع ناس، بس هم مش اي ناس، هم اصحاب مشاريع زينا. ده تكمله الهاكاثون بتاع قبيله. ان بعد كل سيشن، في سيشنز طبعا يوميه، بعد كل سيشن بيبقى في زي مكالمه ما بين شخصين لمده 5 دقائق. مكالمه عشوائيه، ما تعرفش مين الشخص اللي هيقابلك. في ال5 دقائق دي المفروض ان انتوا تتعرفوا على بعض، تشرحوا فكره المشروع بتاعتكم لبعض، ولو مهتمين يعني لو حد فيكم مهتم بالمشروع التاني ياخد طرق التواصل بتاعته. فانا اول مره اعمل الموضوع ده. تعالوا نخش نشوف ممكن نعمل ايه. معايا ورقه وقلم اللي احتاجناهم، عشان احنا دلوقتي المفروض ناس رواد اعمال. فيلا بينا نشوف الموضوع هيبقى حلو ولا وحش. ما تنساش لو عايز جزء تاني من الموضوع ده اكتب لي في الكومنتس، وينزل لكم جزء تاني بكره، يعني كل يوم جزء كده. فيلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنبتدي بمين. احمد، السلام عليكم. مهندس احمد، أنا سامعني؟ يا ابو حميد انا اسف، ثانيه واحده، انا كنت عامل ميوت بس حقك عليا. اه اخبارك إيه يا اتفضل. صديقي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. تشرف حضرتك. انا احمد سامح، سوفت وير انجينير وكونتنت كريتور صغنون كده. اتشرف انا بيك. انا احمد الكاشف، حاليا في ناحيه الاي تي اي، ما شاء الله. وهخلص اخر الشهر، وشاركت يعني في هاكاثون بالمشروع بتاعي، يعني المشروع شاركت بتاعنا. بايه؟ فكره ايه؟ ممكن اعمل لك شير، ابعت لك ثانيه القبيله. طبعا ابعتها لي على طول في الشات. الفكره هو فايل سيستم. حضرتك شايف؟ شايفها كده. فايل سيستم اللحظه اللي انت بتحط فيها الفايل بتاعك، سواء بي ان جي، سواء ارك، بي دي اف، وورد، الاي اي بيطلع منه السمري والتاجز، وتقدر تشات فيه. ولو صوره بيطلع الاكستراكت تكست منها يعني. ما شاء الله. وعندنا فيتشر اللي هو الاورجنايز. يعني انت مثلا لو حطيت الفولدر الداونلودز بتاعك، الاي اي بيعمل اورجنايز ليه كله. يعني لو انت مثلا اخترت مثلا الفايلات دي، بيعمل لك استراكشر جديد، فولدرات جديده، وانت لو عملت التري جديده يعني لو عملت اكسبت بيقول لك تمام. هو بص دلوقتي الاي بي اي كي بتاع المعهد خلص، فلحد يعني ما يخلصوه يعني ايه. بس هو انت بصراحه يعني بتستخدم موديل ايه علشان يورجنايز الموضوع ده؟ جي بي تي 4 او ميني. طب ما جربتش ليه ان انت تستخدم حاجه من جروك؟ جروك بيديك فري. بستخدمه في كومباريزون. جروك بنستخدمه في كومباريزون. احنا في فيتشر جديده، في فيتشر تاني اسمها كومباريزون، بتعمل كومباريزون ما بين اي فايلات سبورتد، بيطلع منها سامري، بيقول لك السيميلاريتي، بيقول لك اليونيك هنا ويونيك هنا والشير. بس انا جروك عشان مش ستيبل يعني بستخدمه في حاجات، بعمل ليه فول باك. يعني مثلا هنا عشان الكومباريزون تقيله شويه، فبستخدم جروك اللي هو 70 بليون. ده ايه، موديل كوين ولا موديل لاما؟ لا ده لا مش للاما، لا مستخدم اللي هو للاما 70. للاما سوري، مستخدم للاما. لا، للاما 70 اللي هو بليون 70 صح؟ بليون. ايوه. وعامل فول باك 8، وعامل فول باك خالص اللي هو 4، عشان المقارنه يعني صعبه يعني. ليه انت بتاخد توكنز قد ايه يا ابو حميد؟ لا انا عامل فول باك، لو عامل تايم اوت لكل بتاع ده، عشان انت عارف جروك ممكن يقول لك السيرفر بتاعنا فيه يا بالظبط. ربي في ترافيك، بس هم فاهم بيدوك عامل. توكنز كتيره، فانا كنت بحسب انت عامل فول باك عشان لو التوكنز بتاعتك خلصت في موديل لا فبتحول لا على لا الموديل لا اللي بعديه. لا انا عامل فانا قلت فول انت باك عشان بتستهلك ايه ال هتلاقي. 100,000 توكن في لا بالعكس، بص احنا عاملين حركه حلوه، اللي هو الفيرست اناليسيس اللي هو بيطلع التاجز والسمري. كل الفيتشرز اللي بعد كده، اول حاجه مش سامحين ان حد، يعني مثلا انت لو حاولت تعمل حاجه مش معمول لها فيلد مثلا، فهو بيقول لك لا لازم تعمل ايه، اورجنايز. فاحنا يعني معتمدين عشان التوكنز، يعني ان انت الحاجه اللي هي اول مره، كل الفيتشرز بعد كده في فيتشر اللي هي انت ممكن تلخص لاكتر من حاجه، تعمل لها سمري واحده، بس طبعا هو مش شغال. ما في شاء الله فيتشر يا تاني، صديقي. فيتشر بريتيفاي دي هتعجب الناس. يعني مثلا لو حطيت ملف وورد او تي اكس تي، ده الاوريجينال تمام، تي اكس تي عادي. البريتيفايد بقى هو بيغير اللاي اوت بتاع الحاجه، لو لينك لو سنيبت زي الاوتبوت بتاع الاي اي، بتقدر تحملها تاني في الوورد وفي الاكسل وفي التي اكس تي. حلوه بس جدا دي الحركه بتعمل دي. سيمانتك سيرش، سيمانتك سيرش واللي هو الاورجنايز ويز اي اي دي، لو انت مثلا حطيت الداونلودز كله هنا
بيقترح عليك كلي معينه جديده، يعني الاي اي بيقترحها، لو عملت اكسبت بيحطها هنا، وممكن تعمل لها ايه اكسبورت للديسكتوب بتاعك يعني. في نسخه ديسكتوب، عاملين نسخه ديسكتوب منه، وبتعمل اكسبورت على طول للديسكتوب جامد قوي. الجديد عامل اللي نسخه بتنزل. شغال بتكنولوجي ايه بسرعه عشان فاضل 20 ثانيه؟ رياكت نيتف ورياكت والكترون رياكت نيتف والكترون في بس موبايل خلي بالك ديسكتوب. اهتم بالالكترون بالسكيورتي، عشان الكترون انت عارف ان هو بيخليها بيديك كبيور جافا سكريبت، فبيور جافا سكريبت الموضوع بيبقى كل حاجه بلان تكست موجوده في الكود يعني. ماشي، شرفت بحضرتك يا باشمهندس. انا اول واحد ادعم المشروع بتاعك. خلاص ما لحقناش. طيب التجربه كانت لذيذه، بس انا سبته يتكلم، ما رضيتش انا اتكلم واتكلم على صحبه او كده. ف تعالوا بس نخش نعمل تصويت للمشروع بتاعه، او لازم اعمل تسجيل دخول هنا للاسف. انا مش عامل تسجيل دخول على بريد. طيب ونسيت اقول ان احنا بنصور، فاتمنى يا ابو حميد لو انت عندك مشكله في التصوير اكتب لي في الكومنت يعني لو انت شفت الفيديو ده. وتعالوا نكمل. تعالوا نشوف مين اللي هيخش بعدي. يلا بينا على اللي بعديه. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. ازيك يا صديقي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. تعرفنا بنفسك كده سريعا. انا محمد سعيد، واخر سنه جامعه اهوت، ومشارك في الاكس مشروع تخرجي نظام تقييم المحاضرات. طب ما تبعت لي كده في الشات اللينك بتاع المشروع ندعم. هو النظام بيضمن ان الطالب يدخل يقيم المحاضر بتاعه في الماده بتاعته، في الماده بتاعته يعني. والتقييم بقى لما بيتحفظ مشفر، ما حدش يعرف هوية الطالب، وبرضه في نفس الوقت نمنع ان اي طالب يقيم اكتر من مره يعني نفس المحاضره. هو بيقيم حلو قوي. المحاضر مستخدم تكنولوجي ايه في المشروع بتاعك؟ مستخدم اي اس بي دوت نت وسي شارب يعني، وانتيتي فريم ورك، وبعض البيانات يعني بستخدم سيكوال سيرفر. ما شاء الله. بتحب الدوت نت يا ابو حميد؟ صراحة يعني اريح، حتى اريح حاجة في التعامل، بقدر اتعامل معاها يعني. انا عارف يعني ايه. بصيت على البي اتش بي قبل كده مثلا في مواد الجامعة عندنا وكده، مش حاسس قادر اتعامل معاهم كويس يعني. هو انا ممكن اتعامل معاهم واتعلمهم، بس مش هرتاح فيهم زي دوت نت يعني. وناوي على ايه بعد التخرج ان شاء الله؟ والله اللي الشركة تعوزه. عادي اي حاجة. ما يفرقش معايا التكنولوجيا، المهم يعني ايه ان انا معايا اساس يعني. صح، برافو عليك. برافو عليك. طيب انا هدعم. انا كده مثلا انا كده كاتب مثلا ايه اس بي دوت نت، لان ده اللي انا عارفه حاليا. بس عادي يعني لو في شركه مثلا شغاله بي اتش بي، لا المهم يشتغلوا خلاص. يا باشا اهم حاجه نعرف نجيب فلوس. بالظبط. انت مشارك استنى انا بمشروع اصوت. نكسون. انا اعرفك بنفسي سريعا. انا احمد سامح، سوفت وير انجينير وكونتنت كريتور. وبالمناسبه احنا المكالمه دي بتتسجل، فعندك مشكله ان انت تطلع معانا في فيديو على اليوتيوب؟ عادي اي حاجه. زي الفل. هبعت لك دلوقتي في الشات كل طرق التواصل بتاعتي، تقدر ان انت لو عايز تتشيك على اي حاجه. وهقول لك سريعا على المشروع اللي احنا شغالين عليه، واللي بالمناسبه او اللي انا مشترك بيه في الهاكاثون يعني، واللي بالمناسبه هتلاقي فيديوهات على اليوتيوب بنتكلم عليه. هو مشروع صحبه. ايه صحبه سريعا كده؟ صحبه هي منصه سوشيال ميديا، بس منصه سوشيال ميديا اسلاميه. بيتمنع فيها نشر الموسيقى، بيتمنع فيها نشر اي حاجه ممكن تكون محرمه او ممكن ان انت تاخد عليها اي ذنب. الهدف من المنصه ايه؟ الهدف من المنصه ان هي تجمع ما بين طرق التواصل الحديثه زي بقيه منصات السوشيال ميديا، وكمان تجمع ما بين الدين بتاعنا. فحاجه كده لذيذه يعني. يبقى خش اتفرج على الفيديو ان شاء الله تعجبك، وان شاء الله اطلاق المنصه دي هيبقى يوم 30. على فكرة الفكرة جميلة، بس وأصلا موضوع الموسيقى ده مثلا بيضايقني أصلا في أغلب الفيديوهات وأنا بتفرج وكده يعني، بس ما بلاقيش حل تاني يعني. فالمهم هو أنت شايف إن أنت ممكن يعني تعمل سبونسر للمنصة إزاي؟ تشهرها إزاي مثلا؟ تجيب بص يا صديقي، انا بعمل كونتنت زي ما قلت لك. انا بادئ كونتنت من قريب كده على اليوتيوب، والحمد لله خلاص قربنا نوصل على 15,000 مشترك اهو.
فيديوهات صحبه الحمد لله معديه، يعني في فيديو معدي ال 50,000، في فيديو معدي ال 20,000، ومن الفيديوهات دي مسجل في المنصه لحد دلوقتي اكتر من 2000 شخص. فواحده واحده كده فاهم، انا بادئ الموضوع واحده واحده. انا مش عايز اكتر من ال 2000 شخص اللي مسجلين حاليا، عشان انا برضو محتاج ان انا اختبر الاول السيرفرات واختبر الاركتكتشر اللي انا بنيه، عشان انا في موديلز مبنيه جوه البرنامج علشان تقدر ان هي تمانج فكره ان اي حد ينزل. يعني انت لو جيت تنزل صوره فيها مثلا واحده بشعرها، المنصه نفسها هتمنعك اصلا ان انت تنزل صوره زي دي. لو جيت تنزل فيديو فيه اغنيه، فالمنصه هتمنعك ان انت تنزل فيديو فيه اغنيه. وفي نفس الوقت بقى بتعامل بان انا اي حاجه قبل ما تروح على السيرفر اصلا تتخزن عندي، بضغطها بطريقه معينه كده ان انا بقلل حجمها 78%، وفي نفس الوقت بحافظ على الجوده بتاعتها ان هي بتقل حاجه بسيطه جدا، فانت ما بتلاحظهاش بعينك المجرده يعني. وادعي لنا يا حماده ان احنا، ده شرف ليا يا صديقي هقبله حالا. وادعي لي ان المنصه دي ان شاء الله تبقى تستبدل بقيه المنصات الحاليه يعني. ان شاء الله. يا رب. ماشي، ده كان شخص ابو حميد. فكره المشروع بتاعته لذيذه برضو، والمره دي اتكلمنا معاه اكتر. يعني اللي فات ما انا الصراحه ما حسيتش ان في فرصه ان انا اتكلم، وما كنتش عايز اقطعه، كنت عايز اسيبه يتكلم عشان كنت حاسه متحمس قوي. ف ايه ده، خلصنا ليه؟ خلصنا ليه؟ ما كملناش ليه؟ كنت عايز اكمل. للاسف ان انا دخلت متاخر يا شباب، فما كملناش يعني، ما لحقناش نقعد حاجه. طيب لو انت عايز تخش في الموضوع ده، فكل اللي انت هتعمله ان انت هتخش على قبيله. استنى بس نفتح براوزر بقى عشان نفتح قبيله. هتخش عادي خالص يا صديقي على قبيله. في قبيله لو دخلت على الهاكسون هتلاقي ان انت عندك كل يوم، يعني حاليا ده شغال التعارف المهني اهو. ولو دخلت على، هو دلوقتي مساحه التعارف دي خلصت المفروض. بالظبط، دي السيشن اللي كانت شغاله النهارده، او دي المحاضره اللي كانت شغاله النهارده. كل يوم في محاضره، ممكن تشوف البث بتاعها على اليوتيوب لو انت حابب، وممكن تخش تشوف في فعاليات التعارف المهني دي زي ما احنا كنا موجودين دلوقتي كده. تخش تقابل ناس عشوائيه هيتكلموا عن المشروع بتاعهم، هتتكلم عن المشروع بتاعك، تتعرفوا على بعض، وان شاء الله تستفادوا من بعض يعني. هو للاسف ان هي حاليا خلصت، فكان في 131 واحد، احنا ما لحقناش نقابل غير 2 بس. ان شاء الله بكره نقابل ناس اكتر. لو فكره الفيديو عجبتك ما تنساش لايك وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتس ان انت عايز بارت 2. وبالمناسبه اوعى تنسى تدعم صحبه على الهاكاثون بتاع قبيله، هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن تحت. وكل اللي عليك ان انت تعمله، كل اللي محتاجه منك يا صديقي ان انت تخش على اللينك وتدوس على الزرار بتاع التصويت ده. طبعا لازم تكون مسجل دخول، فسجل دخول في خطوه واحده ودوس على زر التصويت عشان تدعمنا في المسابقه دي، وان شاء الله نقدر ان احنا ناخد مركز اول فيها. فزي ما قلت لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لي لو عايز بكره ننزل فيديو يكون كبير شويه نتكلم مع اكتر من شخص. المره دي ما لحقناش غير 2 بس ان شاء الله بكره نلحق اكتر. اشوفك الفيديو الجاي. سلام يا هندسه.